السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بزاف منكم تقهروا في المرحلة الأولى ديال بيع التذاكر ديال الكار، وبزاف ديال الجماهير لقاو صعوبات تقنية وإجرائية اللي خلاتهم يتلفوا ويطيحوا يديهم وفي الآخر ما شراوش لي بي ديالهم. ولكن أنا جيت في هذا الفيديو باش نقول لكم كاين أمل. اليوم جبت لكم الدليل الشامل والمفصل باش تشريو التذاكر ديال الكاتيجوري 1 و 2 و 3، خصوصا في المراحل الجايه ديال البيع، لان باقي كاين مراحل الجايه، يعني باقي كاين امل الناس اللي باغيين يشريو التيكي ديال مباريات المنتخب. غادي نعطيكم بالخشيبات باش نكونوا واجدين نهار البيع وتكونوا من المحظوظين اللي غادي يشريو التيكيت ان شاء الله، واللي غادي يكونوا في المباريات ديال المنتخب في كاس افريقيا. المرحله الاولى اهم قاعده هي الفان اي دي. الفان اي دي كتعني بطاقه المشجع. القاعده الاولى اللي داروها المنظمين باش يزيروا الفيس على السوق السوداء هو الفان اي دي، يعني تذكره الفان اي دي. الفان اي دي هو واحد الهويه الكترونيه ضروريه لكل مشجع. ما يمكنش تاخذ تذكره قبل ما تكونش عندك هاد الفان اي دي هادي. بزاف ديال الناس ما قدروش يشريو نهار 14 اكتوبر، ماشي حيت تعطلوا، ولكن حيت هذيك الفان اي دي ديالهم مازال ما كانتش تفاليدات، يعني ما تمش التاكيد ديالها. اول حاجه خصكم ديروا طلب ديال الفان اي دي، والمشكله على ان طلب الفان اي دي يقدر يكون حرب حقيقيه بسبب الاعلانات المتاخره والضغط التقني على الخدمه. التعامل مع الطلبات للاسف كيكون عشوائي ويقدر ياخذ ما بين 3 السوايع حتى 3 ايام، وبعض المرات اكثر. لهذا بالنسبه للفان اي دي ديروا الطلب ديالكم في اقرب وقت بلا ما تعطل. الا تعطل لك الفان اي دي كنوصيكم انكم تواصلوا مع الدعم الفني. الدعم الفني اللي هو tickets@ma-cafonline.com. واحد الملاحظه مهمه هو ان الرقم ديال الفان اي دي اللي غادي تحتاج نهار الشراء هو اللي كاين تحت الكي ار كود في التطبيق يلا، ماشي الرقم الملف اللي دفعتي به الطلب. نعاود ناكدها، الرقم ديال الفان اي دي اللي غادي تحتاج نهار الشراء ديال التيكي كاين تحت الكي ار كود في التطبيق ديال يلا، ماشي الرقم ديال الملف اللي دفعتي به الطلب. المرحله الثانيه هذه خصك توجد قبل ما دير عمليه الشراء. الشخص اللي غادي يقوم بعمليه الشراء خاصو ضروري يصايب واحد الحساب في المنصه الرسميه ديال الكاف اللي هي ticketcafonline.com/fr. هاد الروابط غنخليهم لك لتحت باش ديرهم. ضروري تصايب هذاك الكونت من دابا باش نهار غتبغي دير عمليه الشراء غيكون الكونت ديالك واجد. المشتري ضروري خصو يكون عنده الارقام اللي هضرنا عليهم ديال الفان اي دي ديال جميع الاشخاص اللي غادي يمشيو معاه للماتش. كاين واحد الملاحظه مهمه اللي بغيت نقولها لكم، هو ان المشتري قد يشري حتى 4 ديال التذاكر في كل ماتش، ولكن خاص يكون عنده الفان اي دي ديال 4 الناس كاملين. هذه القاعده كتشمل حتى الدراري الصغار الاطفال اللي خاصهم تذكره وايضا خاصهم فان اي دي. كتب هاد الارقام غتحتاجهم، غتكتبهم في شي ورقه ولا في شي ملف وورد باش يسهل عليك دير كوبي كولي بسرعه نهار اللي تكون غادي تبغي تشري. المرحله الثالثه هي نهار الشراء او نهار الزربه، يوم البيع. المرحله الجايه ديال البيع المعلنه كاينه في 25 اكتوبر. ركزوا معايا مزيان، 25 اكتوبر يعني خصك توجد هذا الشيء اللي قلنا في الاول، توجد الفان اي دي ديالك، توجد الحساب الكونت ديالك في السيت ديال كاف اونلاين. المرحله الجايه يعني تبدا 25 اكتوبر. البيع غادي يبدا نهار السبت، وهذا مزيان لان بزاف الناس كيكونوا خدامين، فلهذا نهار السبت غيكون روبو بالنسبه للاكثريه. الخطه للاسف المنظمين ما كيعلنوش على الساعه بالضبط قبل نهار، وكيخليو حتى قبل النهار بالضبط، يعني قبل نهار البيع مثلا الجمعات كيقول لك الساعه اللي غيتحل البيع. الماتشات ديال المغرب كيتباعوا في اقل من نص نهار، اللي كيتعطل غير ب 15 دقيقه نهار بحال دابا نهار 17 اكتوبر اللي تعطل غير ب 15 دقيقه لقى الماتشات مشاو كومبلي. الخطه العمليه كامله، كونيكتا الكونت ديالك وبقى دير اكتواليزي الصفحه الرسميه الرئيسيه،
اثناء الانتظار ما تخليش البيسي ويدخل في المود فوي ولا التليفون. الا دخل لك مود فوي اضطر تعاود من الاول غتلقى كلشي فات. الا كنتي خدام بالبيسي حاول دير هذاك المود فوي يكون واحد ساعتين ولا 3 السوايع باش ما ترجعش لك، باش ما تضربش الخدمه ديالك في الزيرو. المرحله الرابعه اللي هي اجراءات الشراء خطوه بخطوه. اذا ملي كتدخل الموقع المنصه بمجرد الدخول عندك 20 دقيقه باش تكمل الطلب ديالك وتوصل لمرحله الدفع. كتختار الماتش اللي بغيتي، كتختار عدد التذاكر، ما تختارش اكثر من 4، واختار فقط العدد اللي عندك الفان اي دي ديالهم مقيد. الا ما كانش عندك العدد الفان اي دي ديال يعني على حسب لي فان اي دي اللي عندك. واحد النصيحه، الا شريتي التذاكر كاملين مثلا في طلب واحد مثلا 4، المنظمين كيوعدوكم باللي غادي يعطيكم بلايص حدا على حسب الامكانيات بطبيعه الحال. غادي يطلبوا منك ارقام الفان اي دي ديال كل واحد كتدخلهم. لكل فان اي دي غادي تصيفط المنصه رمز تاكيد البريد الالكتروني ديال الكونت ديال التطبيق يلا الخاص بالفان اي دي. السرعه ضروريه ومؤكده. جميع حاملي الفان اي دي خاصهم يكونوا واجدين باش يصيفطوا الكود المشتري دغيا، يعني خاصك انت تكون واجد، وهذوك الناس اللي معاك في حاله ما غادي تقطع عليهم خاصهم حتى هما يكونوا واجدين باش يصيفطوا عليك الكود دغيا. الا ما كانوش واجدين خاصك انت تكون عندك الايميل ديالهم باش يوصلهم، لان قضيه قاصحه هذه بطبيعه الحال بالنسبه للناس اللي غيخلصوا اكثر من وحده. الا ما وصلش الكود عاود جرب وقلب في الايميل في واحد الملف كيتسمى سبام او لا البريد المزعج او البريد الغير مرغوب او كوريي انديزيرابل. الخبر الجيد، هذه الخطوه ديال التاكيد كدار مره واحده لكل فان اي دي. الماتشات الاخرين غادي يقبلوا الفان اي دي اللي تفاليدات بلا ما يطلبوا كود جديد في كل مره، يعني غتشري مره واحده بهذه الخطوه التاكيد، من بعد ما تبقاش تحتاج هذه الخطوه التاكيد. من بعد مرحله ديال التاكيد كدوز لمرحله الدفع. البطاقات المغربيه مقبوله والبطاقات الدوليه ايضا مقبوله. بالنسبه للدفع الا درتي بطاقه دوليه المبلغ غادي تخصم من الدوطاسيون، يعني خصك تاكتيفي هذيك الدوطاسيون الا درتي بطاقه دوليه. الا كتستعمل الكارت ديال شي واحد من العائله خاصو يكون واجب باش يصيفط لك، لان غادي يوصل الكود تحقق عبر اس ام اس. خاصك التليفون ديالك يكون حداك ولا التليفون ديال هذاك الشخص صاحب البطاقه. كاينه امكانيه تخلص عن طريق الكاش، عن طريق كاش بلس، ولكن عندك الحق دير هذا الشيء في غضون ساعتين بعد الطلب. المرحله الخامسه والاخيره، بعد ما تكمل عمليه الدفع غادي يوصلك ايميل تاكيد فيه تفاصيل الطلب. التذاكر كتكون ديجيتال رقميه فقط، ما كاينش تحميل ديال التذاكر دابا لحد الساعه. غادي يتم انشاء التذاكر لاحقا وغادي تكون متوفره باش في التطبيق خاص على الهاتف، مباشره في التطبيق على الهاتف اللي مازال ما تطلقش لحد الان. المنصه اعلنت باللي غادي تكون امكانيه نقل التذاكر بين الاشخاص في واحد الاطار خاص، لكن بشرط يكون عندهم الفان اي دي ديال الاشخاص المعنيين، يعني كدوز له التذكره ديالك عبر فان اي دي. غادي تكون ايضا واحد المنصه ديال اعاده البيع التذاكر باقي ما علنوش عليها، ولكن طرق والكيفيات ديال هذه الخاصيات ديال نقل التذكره من شخص الى شخص او اعاده البيع باقي ما تعلنش عليها. ان شاء الله نحاول نبارطاجيها معكم. لهذا ما تنساوش واحد الجيم وواحد اللايك، واللي عنده شي سؤال يتفضل مطروح. وهذا الشيء هذا اللي جاه يعني كثير، ولا هذا غنخليه لكم في صندوق الوصف مكتوب اللي بغى يقرا على خاطره، والروابط غتلقاوهم تحت. والسلام عليكم.